في كل مرة يحصل تغيير كبير في حياتك هتبقى خايف وقلبك مقبوض. ده مش معناه إن اللي انت بتعمله غلط أو قرارك خاطئ. في الحقيقة ده إحساس طبيعي، لأنك خايف من المجهول، خايف تسافر برا، خايف ترتبط بحد، أو خايف تنفصل عن حد، خايف تشتغل شغلانة جديدة، خايف تتعرف على حد جديد. كلها مخاوف مشروعة، بس الحقيقة إن التغيير هو الوسيلة الوحيدة لتحسين نفسك وكسب فوايد عمرك ما هتكسبها لو فضلت مكانك. حتى لو التغيير انتهى نهاية غير سعيدة، ده مش معناه إنك فشلت، لكن معناه إنك اتعلمت طريقة جديدة لتغيير تاني، أو اتعلمت غلط منعك إنك تنجح. وافتكر دايماً إن كل التغييرات العظيمة مؤلمة ومقلقة وصعبة. أول تغيير في حياتك كان يوم ميلادك، ولحظة قطع الحبل السري أكيد اتألمت، بس انت مش فاكر أو ما كنتش مدرك ساعتها. وأول نفس خدته في حياتك كان بصرخة وشهقة مؤلمة. نمو أسنانك كان مؤلم وخلاك تعيط وتسخن، بس في الآخر عرفت تاكل وتكبر. أولى خطواتك كانت متعثرة، وقعت واتخبطت واتبطحت كمان، بس في النهاية بقيت مستقل وبتمشي مكان ما انت عاوز. حتى آخر تغيير في حياتك وانت بتفارق الحياة بتفضل طول عمرك خايف منه وعامل حسابه، بس خلي عندك أمل إنك ساعتها هتبقى بين أيادي أرحم الراحمين وأعدل العادلين. التغيير دايما مخيف ومؤلم، بس ضروري ومهم للحياة. ما تخافش. خايف من بكرة ليه؟ مين يعرف بكرة ايه؟ مين يعرف بكرة ايه؟ انا مش هبص ورايا ولا اقول مهما الامل غاب بالعيون شايفاه. اليأس مش هيوصلك ولو